أحد المشجعين وهو ملتحي تمكن من الدخول إلى يعني الملعب والاعتداء على المدلك، وكان مع زميل آخر كاد أن يقوم باعتداء، لكن تدخلت الشرطة ومنعته، وبالتالي يعني مجموعة أخرى أيضا حاولت تلحق بهم ولكن صدتهم الشرطة. النادي يعني السياج الذي حول الملعب نحن عندنا عليه ملاحظة كأمن، وسبق خاطبنا في إدارة الوصل بأن يعني منخفض نوعا ما، ليس كبقية الأندية في دبي. فما حدث هو ليس يعني شقب بين رياضيين، بين لاعبين، يعني يمكن بين مدلك وبين مشجع. القانون حقيقة يعني لا يخلي مسؤولية أي طرف يعني من الطرفين، لا المدلك الذي قام بفعل فاضح علني حسب ما شهده الشهود، يعني على الأقل أو حسب ادعاء الشهود، ولا ذلك يعني اللاعب اللي قصدي المشجع الذي دخل في الملعب واعتدى على المدلك. يعني كلاهما مسؤول قانونيا وينبغي تقديمه الى القضاء. احنا بالنسبه لنا الاشخاص، يعني الشخص اللي ضرب والشخص اللي كان معه جنبه لم يعتدي، ولكن كاد ان يعتدي. هم سجلت لهم قضيه مدونه في مركز الشرطه المختص. سمو الامير اللي كان مع الفريق طبعا ما استحسن ان تدون افاده المدلك، وقال احنا مسافرين ولابد ان ناخذ، طبعا لا شك ان الفريق المسافر لابد ان يسافر معاه مدلكه، لكن الان الدعوه او القضيه فيها طرفين. طرف في المملكه احنا يعني لم نتمكن من اخذ افادته ولا التحقيق معه ولا يعني توجيه اسئله اليه، وطرف عندنا موجود في الامارات في دبي نحقق معه ومأخوذ افادته وموجهه لها اتهام، لكن حين توجيه التهم لطرف دون طرف ايضا في اشكاليه. نهاية الجولة الرياضية، شكرا لمتابعتكم.